السلام عليكم. كان كالبحر بلا ساحل في العطاء، وكالجبل الأشم في الإباء، وكالمحيط الواسع في المعرفة والعلم. نتحدث عن الشيخ هداد كرار محمد، والذي هو من مواليد مدينة كرن ببلادنا الحبيبة إريتريا. ولد في عام 1925، وهو من سلالة عريقة وهي آل ركا. تربى في كرن ثم انتقل إلى العاصمة أسمرة لكي يصبح ابن الوطن الكبير، وهو ابن قايم وفزع وتسأن وابن طوغي أو البلين على عموم، فهو خيار ابن الخيار. تعلم اللغة التيغرينية مبكرا، ثم بعدها تعلم الإيطالية والأمحرية والإنجليزية. يحب القراءة والكتابة وكثرة الاطلاع، كما أن له اهتماما كبيرا جدا باللغة العربية، فأدخل كل أبنائه إلى المدارس العربية، وهو شديد الحرص والمواظبة على قراءة القرآن الكريم، ويختمه مرة على الأقل في كل شهر. عمل الشيخ هداد كمفتش في جلوج، ثم انتقل إلى نقفة، وبعدها إلى الحبيبة أسمرة. ومن خلال هذه الخبرات الكبيرة تمت ترقيته ليكون مدير مكتب وزير الداخلية، إلى أن وصل كمحافظ لمديرية الساحل. وبعد تقاعده عمل رئيسا للأوقاف الإريترية، وقد كان منزله العامر في أسمرة يضيق بزواره وبعابري السبيل، فترك أثرا طيبا لكل من اقترب منه. وبعد هذا العطاء الغزير والحياة الحافلة انتقل إلى جوار ربه، بعد أن خدم أهله وخدم وطنه في عام 2003 بالعاصمة الإريترية أسمرة، حيث ترك من الذرية ذكورا وإناث نحسبهم على خطى والدهم من بذل خير وعطاء وفضل.